اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده معانا نموذج مميز من لاعبي نادي الزهور، وليس نادي الزهور فقط بل ايضا منتخب مصر في كام لعبه بقى، في لعبتين، في كره السله كان في معسكر منتخب مصر للسله وطبعا هو عنده 17 سنه، وفي منتخب الكياك اللي هيسافر لايطاليا. يعني نجم متعدد المواهب، بيلعب لعبه جماعيه ولعبه فرديه، لعبتين فرديتين، سباحه والكياك. نجمنا النهارده الكابتن ياسين كمال ذو ال 17 سنه، صح يا كابتن؟ صح. كابتن ياسين منورنا. نورك. يعني ما شاء الله، انت في منتخب مصر السله ومنتخب مصر في الكياك، وعقبال ما تبقى منتخب مصر في السباحه ان شاء الله. قول لي الاول بدايتك، من هو ياسين والاصابه جت ازاي، وبعدين دخلت النادي وبدات بقى للنشاط الرياضي ازاي؟ هو بدايتي كانت من 10 سنين. كنتش اعرف اي حاجه. بدايتي كانت مع كابتن خالد حسان. هو كابتن خالد حسان ده نجم النجوم ونجم المانش طبعا والعالم كله يعني. هو له افضل كتير عليا طبعا. هو اللي جابني وكنا بنتمرن في الاستاد. قعدت معاه 9 سنين تقريبا اتمرن معاه في الاستاد في السباحه. وبعديها طبعا شكر الدكتوره اي خطاب، حياه خطاب. كانت هي رئيسه اللجنه البرلمانيه سابقا في الفتره دي. هي اللي ساعدتني في دخول نادي الزهور. انت ما كنتش عضو في نادي الزهور؟ هو انا حاليا عضو رياضي. بس قبلها لا، ما كنتش عضو. هي حضرتك اللي دخلتني. وحاليا بلعب كياك، ان شاء الله بنستعد لبطوله في ايطاليا ان شاء الله. وكنت في منتخب، كنت عسكرت في منتخب الباسكت من شهر تقريبا. بس الحمد لله يعني هم طلعوا دبي في بطوله عربيه، الحمد لله جابوا مركز اول الحمد لله. هم بيشكروا فيك. انا عايز افهم بقى انت ازاي اتنقلت من السباحه للكياك لكره السله، ونتكلم بالتفصيل. هو بدايتي طبعا قبل اي حاجه، قبل كل الالعاب دي السباحه. دخلت السباحه ليه بقى؟ اشمعنى اخترت السباحه؟ هو عرفنا السباحه من كابتن خالد اصلا. كناش نعرف اي حاجه، عرفنا من كابتن خالد السباحه، وهو اللي جابني في كان نوع من العلاج الطبيعي، وانك انت عايز ما كناش بنفكر كده، كنا بنفكر ممارسه عادي، لعبه. انا العب السباحه عادي. مش علاج طبيعي خالص. ما اعتقدش ان احنا فكرنا في الموضوع ده من الناحيه دي. فكرنا بيها كلعبه. ده بالنسبه للسباحه. كنت بتتمرن كام يوم بقى مع كابتن خالد؟ كنا بنتمرن يومين او 3 في الاسبوع. على ما اعتقد. وفي اليوم بقى كان كام ساعه؟ ساعتين. انت بدات ما كنتش عارف تلعب سباحه خالص؟ لا طبعا. بدات بقى يعلمك هو علمني، وهو اللي دخلني بطولات في الاول. يعني دخلت بطولات الجمهوريه؟ كان تخصصك في لعبه ايه؟ او في مسابقه ايه؟ الكرول، بريست؟ تخصصي في بريست. ما شاء الله. طيب ده قعدت، طيب دخلت المنتخب بتاع مصر ولا كنت لسه ما دخلتش منتخب مصر؟ لا، السباحه لحد الان ما دخلتش لسه. لان على فكره هم بيتمرنوا، وفي عندنا طبعا عارف ملك، وعندنا ايه، وعندنا يوسف، في مجموعه كبيره من المنتخب. بتتفرج عليهم لما انت كنت بتتمرن مع كابتن خالد، كنت بتتفرج عليهم ويقول لك دول لعيبه المنتخب، ما قلتش انا في نفسي في يوم ابقى زيهم؟ هو اكيد كل واحد ليه لازم يقتدي بالاحسن منه. يعني في حد منهم كلمته بتتكلم معاه تعرفهم من اللعيبه ولا ما جاتش لسه؟ ما فيش احتياج. لا. لكن تتفرج عليهم وعارف نتائجهم لعيبه المنتخب. طيب دلوقتي انا اعرف احمد حشاد، هو معايا في الزهور برضه. احمد حشاد. هو في المنتخب. احمد بطل في المنتخب. طيب انت بقى بتلعب 3 لعبات، انت ليه ما ركزتش في لعبه واحده وتبقى بطل في لعبه واحده؟ هو انا بحاول اشوف ايه المناسب ليا، ايه اللي هيعجبني، وان شاء الله انا اكيد يعني مش هنكمل كده. طيب انت بالنسبه لك كده ايه اللي انت ممكن تحس في 3 العاب اللي انت تبقى في المنتخب وليك يعني مكان؟ وانا مش شرط انا بحب ايه، انا المهم ابقى بطل في ايه.
هو من ناحيه هو صح، بس من ناحيه تانية انت لو ما بتحبش حاجه مش هتحقق حاجه فيها اصلا. مظبوط. انت لازم تحب اللي انت تعمله عشان تعرف ايه اللي بتحبه في الثلاث العاب دول؟ هو اكيد انا بحب الثلاث العاب، اكيد لو ما كنتش بحبهم ما كنتش هلعبهم اصلا الثلاثه. طيب بس اكيد في تدريج برضو. مستواك في انهي فيهم احسن؟ لا هو المستوى مش انا اللي اقول، يعني المدرب هو اللي يقول. ما انت عايز تبقى تخش. بس انا من ناحيتي انا بتميل هو من ناحيتي انا بحب يعني اكتر، هم بحبهم كلهم، بس اكتر انا بحب الكياك وان شاء الله نفسي احقق فيها. طيب قول لي بقى مواعيد الكياك ازاي بتتمرن، مواعيدها ازاي؟ هو مواعيد كل يوم، بس طبعا يعني ممكن ما اروحش كل يوم. بتتمرنوا فين؟ فبتمرن في يخت الجيزه. وانت ساكن في جسر السويس، يعني ده مشوار لوحده. عادي مفيش مشكله. مين بقى اللي بيروح معاك التدريب، ومين يعني من اولياء الامور، من يعني والدتك والدك، مين اللي بيساعدك على طول؟ لا والدتي كانت بتروح معايا، كانت بتروح معايا في كل حته. هي اللي متفرغه لك يعني؟ لا هي مش متفرغه لنا، هي متفرغه لنا كلنا، بس ممكن تكون برضو مهتمه بيا زياده. انت عندك اخوات؟ عندي 3 اخوات. اكبر ولا اصغر؟ عندي اخت اكبر واخت اصغر واخ اصغر. ما بييجوا يشجعوك؟ كلنا بنشجع بعض طبعا. حد منهم بيلعب رياضه؟ عندي اخويا واختي الصغيرين بيلعبوا باسكت برضو. باسكت؟ في نادي ايه، زهور برضو ولا فين؟ لا بيلعبوا بقى في نادي الانتاج. في الانتاج. لكن انت دلوقتي انت يعتبر انت في المنتخب، اذا كان دخلت في المنتخب كرة السله او في الكياك، يعني انت دلوقتي مشهور عنهم يعني. ممكن. وبعدين انت دلوقتي واجهه سينمائي وتطلع في التلفزيون، فيعني ده لغايه دلوقتي يعني هم يعني انت يقول سابقهم بدرجه. لا ما اعتقدش. طب هم النهارده بيتفرجوا عليك اكيد ان شاء الله. طيب تحب تقول لهم ايه بقى؟ تحب تقول لوالدتك ايه ولاخواتك ايه؟ وطبعا احب اشكرهم جدا، وان هم ليهم كل الفضل عليا، عيلتي كلها، اذا كان امي ابويا اخواتي خالاتي، كل عيلتي. ومين بقى من زملائك في المدرسه يعني بيشجعوك او تحب تقول له حاجه؟ طبعا بحب اشكر كل اصحابي. بحبهم جدا، اكيد هم بيحبوني. طيب اديني كده، انت مرنت مع الدكتور عادل شريف، كابتن عادل شريف في السله، فقول لي كده كنت بتروح تعمل ايه في السله، ويوم من ايام تدريبات السله بتتمرنوا كم ساعه في اليوم، كم يوم في الاسبوع؟ هو في المعسكر كان كل يوم. ممكن 2 3 في المره الواحده، او كان مرتين في اليوم. هو كان كل يوم، بس كان مرتين في اليوم، مره مثلا على الظهر كده، ومره بعد الفطار عشان كنا بنتمرن في رمضان اللي فات. فكان 2 3 الصبح 3 بالليل. طب ده كان لعبه جماعيه، هل اثناء التدريب ده كنت بتقدر تلعب سباحه ولا ما كانش عندك؟ لا هو كان معسكر مغلق. معسكر مغلق. فده كان بيأثر على الكياك وعلى السباحه، بس ما كانش فيه بطولات ساعتها في الكياك او السباحه؟ لا كان لسه، لا ساعتها لا. طيب انت في نادي ايه بالنسبه للسباحه؟ مش السباحه، السله. السله انا تبع مؤسسه الحسن. ده السله. والسباحه تبع نادي الزهور. تبع نادي الزهور. فدي على اساس يبقى قدامنا. طيب دلوقتي انت بتلعب لعبه جماعيه اللي هي السله، ولعبه فرديه والكياك فرديه. ايه الاختلاف بقى جواك؟ من ناحيه ايه؟ يعني انت بتبقى مبسوط انهي اكتر؟ لا وانت هنا وانت هنا؟ لا زي ما قلت لحضرتك، انا كده لو انا مش مبسوط مش هلعب. فاكيد ما دام انا بلعب اكيد انا مبسوط في كل واحده فيهم. طيب الدراسه بتاثر عليك؟ يعني هل الرياضه اثرت على الدراسه ولا ناجح؟ هو انا بحب اوازن من كل حاجه، فلو دي مؤثره اكيد لازم اوزن ما بينهم، لو دي مؤثره اكيد مش هدي حاجه حقها اكتر من. معانا صورك وانت في السباحه في السله اللي لسه قدامنا الصور ليك اهي. فطبعا شهادات تقدير، بتحس بفخر. الرياضه عملت لك ايه بقى؟ يعني اول لما بدات تلعب رياضه، الرياضه غيرت حياتك ازاي؟ هو اكيد اي حد الرياضه لازم تغير في حياته، تغير في الروتين بتاعه، تغير في مواعيده.
دي كابتن اسلام، وادي انت هنا وهو انت بتلعب. ده كان في المعسكر مش كده؟ لا هو ده كان في الدوري. كان في الدوري. كابتن خالد حسان اهو، كابتن خالد حسان طبعا النجم الكبير. ودي الكؤوس دي والميداليات دي في ايه؟ في السباحه؟ دي في السباحه دي. انت اشتركت كام مره في السباحه دلوقتي في بطولات الجمهوريه؟ كام سنه؟ لا هو انا مش فاكر صح، بس كتير كتير. وخدت ميداليات كتيره. ده كابتن طارق عباس كمان. كابتن طارق عباس. هو انت بتلعب ايه تاني؟ كنت بلعب تنس مع كابتن طارق عباس. ما انا شايف كابتن طارق عباس يعني تنس. وكنت بلعب ريشه برضو فتره معاه. طب ما شاء الله. يعني انت عملت كده يعني تلعب اكتر من لعبه عشان تشوف في الاخر انت هتبقى بطل في ايه او تبقى مميز في ايه. هو ده الصح. انا اشوف المهمني انا ابقى مميز في ايه واركز فيها. يعني انت لعبت ريشه ولعبت تنس ارضي ولعبت سباحه وادي كياك وسله. يعني ده، لكن انت لغايه دلوقتي دخلت في، انت كده بطل خماسي يعني. ها؟ ناقص فروسيه كمان. طب دي يعني بالنسبه للالعاب احنا خلصنا بالنسبه ليومك وانت بتروح في السله. طب قول لي بقى الكياك وبتلعب ازاي وبطولاتك يعني دخلت ازاي انك تلعب في الكياك؟ واولا انا ما كنتش اعرف الكياك خالص، ما كنتش اعرف الرياضه دي اصلا. اللي وصلني للكياك زميلتي، مامة زميلتي في السباحه، كانت معايا في السباحه. طنط داليا. بنتها بتلعب سباحه معاك في نادي الزهور؟ لا مش في الزهور، كانت بتلعب معايا مع خالد حسان. فقالت لك كنا عايشه زمان قوي يعني. فهي اللي جابتني بقى الكياك. هي اللي قالت لك هي تعالى قالت ده في الكابتن عليا. مين مدربك؟ قالت لي ان في ان اجي اتمرن معاهم. مين مدربك في الكياك دلوقتي؟ كابتن جوده. كابتن جوده، محمد جوده. في الكياك بقى يعني طبعا زي التجديف كده وبتخش في المركب وبتجري وبتعوم، قصدي محتاج قوه. فبتتمرن قد ايه؟ وانا يعني هو تمرين كل يوم. الساعه كام؟ هو في ميعادين، في ميعاد الصبح الساعه 7، في ميعاد الساعه 3:30 عشان يناسب كله. طب والدراسه دي بتعملها ازاي؟ يعني من 7 لكام؟ من 7 ل9 او 10. هو بشوف الميعاد اللي يناسبني. بيبقى في عندك من 7 ل9 ومن 3 مثلا؟ بشوف الميعاد اللي يناسبني في الدراسه يعني. عشان الدراسة. ميعاد افضل. عشان ما اثرش في حاجه. ما تاثرش في الدراسه. وبعدين ده مشوار من الجيزه لمدرستك في جسر السويس اكيد. لا انا مدرستي في السلام اصلا. كمان مشوار يعني. يعني من الشرق للغرب. فدي يعني حاجات كتيره. اولا انا بحييك وبحيي اكيد والدتك ووالدك واسرتك انك انت بتتحرك على كرسي بتحرك، فاكيد الحركه صعبه، فبتبقى محتاج حد يبقى معاك على طول. لا هو مش شرط، انا اصلا معتمد على نفسي. مش بس انا سمعت ان انت متقدم في الدراسه صح وشاطر، فانت كنت بتوزن الحاجات دي ازاي؟ هو طبعا بمساعده والدتي، مساعده اهلي. كانت برضه هي سند، وهي كانت بتظبط لي الدنيا برضه. لو كان في حاجه مثلا كانت تنصحني، كانت تساعدني. انت كده ما عندكش وقت تاخد دروس؟ انا خلاص اصلا خلصت اصلا امتحانات خلاص سنه اولى ثانوي. خلصت اولى داخل ثانيه وثالثه ان شاء الله. انت داخل على الثانويه بقى وداخل على الشغل التقيل بقى باذن الله. انت على فكره يعني انت عارف ان في درجات تفوق رياضي؟ عارف. عارف التفوق الرياضي يعني على الاقل مجهودك مش هيروح بهباء زي ما بيقولوا. ان شاء الله. احسن نتيجه عملتها او مركز متقدم عملته في السباحه ايه؟ هو احسن مركز جبته في السباحه كان جبت مركز تاني البطوله اللي فاتت. في انهي تخصص بقى؟ بريست برضو؟ لا كان في الحره عادي. في الحره. مركز تاني جمهوريه. طب ان شاء الله كده ده في تفوق رياضي يعني انت ان شاء الله يعني الله. بيبقى تفوق رياضي للجمهوريه، وايضا في بطوله عربيه ان شاء الله يعني، بس تشد حيلك بقى ان شاء الله. يعني انت عارف ان في مصر في بطوله عربيه، في بطوله افريقيه وبطوله مصر الدوليه بتبقى في شهر 11 ان شاء الله، هيبقى بالتوازي معاها هتبقى في بطوله عربيه، فتشد حيلك بقى كده للبطوله العربيه ونستضيفك وانت معاك ميداليه بإذن عربيه الله. باذن الله. ودلوقتي انا سمعت ان انتم مسافرين ان شاء الله منتخب الكياك
مسافر ايطاليا. بطوله بقى إيه اسمها ايه البطوله، وكم واحد مسافر معاهم؟ هو احنا تقريبا خمس لعيبه وبالكابتن باقي البعثه يعني. 5 لاعبين. 5 لاعبين. ومين كابتن الفريق عندكم غير كابتن وجود المدرب من اللاعبين؟ لا احنا ما عندناش كابتن، ما عندناش لاعب اكبر لاعب يعني، او هو اللي اكبر يعتبر لاعب الكابتن بتاعكم؟ كابتن محمد نجيب. كابتن محمد نجيب. يعني كابتن اللي هو عنده اصابه في عنده في رجله، وده طبعا ده كان ظابط واتصاب عمليات حربيه يعني. على العموم، طيب بيقول لكم ايه بقى؟ يعني هو بيجمعكم، بيحببكم في اللعبه ازاي؟ بيقول لكم ايه كابتن محمد نجيب؟ هو كابتن محمد نجيب طبعا هو بيحفزنا جدا ومهتم بينا جدا. يعني مثلا هو يقعد يقول لي روح اعمل كذا، روح اعمل كذا، بيهتم بالمشاوير، يعني بيفكرني بالمشاوير المفروض اعملها. بيهتم بيا قوي. ما هو يعتبر كبير بقى، وهو يعتبر اكبركم سنا يعني. وانت بالنسبه له لسه ناشئ، فعايز بقى يحطك على المكان السليم والصح. يعني تحيه من هنا لكابتن محمد نجيب. احنا على فكره ان شاء الله هنستضيفه قريب كابتن محمد نجيب، بس بقى لما ترجعوا عشان ان شاء الله تجيبوا يعني ميداليه او ميداليات يعني. طب انتوا عسكرتوا ولا لسه؟ لا احنا لسه ما عسكرناش. لسه ما عسكرتوش. لكن انت بتتمرن، بتروح التمرين وبتيجي التدريب. وان شاء الله انتوا مسافرين يوم 10 مش كده؟ ان شاء الله يوم 10/6. يعني هاني ربنا يوفقكم. انا سمعت ان انتوا هتعسكروا قريب في المركز الاولمبي، وربنا يوفقك. طيب دلوقتي رساله تقولها للمشاهدين. الرياضه عملت فيك ايه؟ طبعا انت من 9 سنين وما كنتش بتلعب رياضه، فالرياضه ايه الحاجات الايجابيه اللي انت ملاحظها ان الرياضه عملتها مع كابتن ياسين؟ هي الرياضه عموما بتغير الواحد، بتغير شخصيه الواحد، بتغير وقت روتين الواحد وقت الواحد وتخطيط الواحد، بتغير حياه الواحد وهدفه، بتعمل له اهداف جديده، طموحات جديده. وبعدين عندك ثقه في نفسك طبعا. يعني الاول مثلا انت بتبقى لو كنت منطوي او دلوقتي لا، ده انا بطل، ده انا عندي برنامج في التلفزيون، ده انا ممكن اقابل الرئيس، ممكن اقابل الوزير. فبدات العمليه بقت دلوقتي تحس ان فيها ثقه في الذات، صح؟ طبعا. وبعدين انت كده اشهر من اخواتك كمان. يعني تلاقي اخواتك مثلا انت رايحين تقابل الوزير يقول لك طب هنيجي معاك بقى، يعني فاهم ازاي؟ فيعني طبعا انا بشكرك وبهنيك. ونادي الزهور بقى عامل لك ايه؟ نادي الزهور طبعا نادي كبير طبعا، والكباتن هناك انا بحب الكباتن كلهم جدا صراحه. من كابتن اسلام، كابتن فؤاد، كابتن عبده، كابتن مصطفى، كابتن منعم، بحب الكباتن كلهم، ليهم افضل عليا. كلهم بيحبوني طبعا. ده بالنسبه لنادي الزهور. طيب تقول ايه بقى للاعيبتك في منتخب وزملائك بتوع السله؟ انت دلوقتي متعدد المواهب. هو طبعا احب ابارك لهم على البطوله العربيه، جابوا مركز اول، احب ابارك لهم، وان شاء الله اللي جاي احسن، ان شاء الله يعملوا احسن في كاس العالم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يوم 5/6 ان شاء الله هم مسافرين كاس العالم ان شاء الله، ويعني ربنا يوفقهم. ده طب وبالنسبه للكياك بقى تقول ايه للجهاز الفني والاداري؟ ان شاء الله نرفع راس مصر ان شاء الله في ايطاليا، وان شاء الله نجيب مركز يعني. وتبقى انت اصغر واحد بقى، انت اصغر واحد في منتخب الكياك؟ لا مش انا اصغر واحد، في اصغر مني. في اصغر منك؟ لا ما شاء الله. يعني منتخب الكياك واخد مجموعه من الناشئين عشان يبقى هم بقى المستقبل بتاعهم يعني. هو تقريبا معظمنا ناشئين، كلنا ناشئين تقريبا. كلكم ناشئين. انا بشكرك كابتن ياسين وشرفتنا. وطبعا يعني قبل ما نختم اعزائي المشاهدين مع كابتن ياسين، كنت عايز اقول نبذه صغيره عن نشاط البارالمبي. طبعا كان الاسبوع الماضي اللجنه البارالمبيه المصريه برئاسه الدكتور حسام الدين مصطفى كانت داعيه الى مؤتمر صحفي، وحضر معظم الاتحادات المصريه ومعظم القنوات الرياضيه. كان الهدف من المؤتمر الصحفي يقولوا الخطه المستقبليه وايه البطولات القادمه بالنسبه للجنه البارالمبيه. اول حاجه ان في لمده 7 سنوات تمت عقود مع الاتحاد الدولي للاثقال ان هناك بطوله افريقيا وبطولات
عالم وبطولة كأس عالم من هذا العام إلى عام 2028. طبعا قبل كده كان في بطولة ماضية، فدي يعتبر 7 أو 8 سنوات فيها رفع أثقال. طبعا وموجود حاليا رئيس الاتحاد الدولي للأثقال كان بيشوف زيارة تفقدية للملاعب عشان البطولة القادمة إن شاء الله. وطبعا ده بالنسبة للأثقال. وأيضا في بطولتين للسباحة إن شاء الله تم التعاقد إن بطولة مصر الدولية واحتمال تبقى هناك بطولة عالم في السباحة، فدي نبذة بسيطة لنشاط اللجنة البارالمبية. وأيضا تم الاتفاق على فكرة إنشاء شركة بارالمبية، شركة طبعا مساهمة للنشاط البارالمبي، وتبقى أعضائها ممثلي الاتحادات اللي هي تندرج تحت مظلة اللجنة البارالمبية. وعلمهم بالتوفيق للجنة البارالمبية الحالية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، وبالتوفيق لمصر في دورة ألعاب طبعا البارالمبياد 2024 باريس 24، والتوفيق لمنتخب مصر اللي هيسافر إن شاء الله بعد أسبوعين السلة، هيسافروا لدبي لخوض بطولات كأس العالم للسلة على الكراسي المتحركة. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم مع بطل جديد من أبطال التحدي.